السلام عليكم ومرحبا بكم في واحد الأجواء الحماسية ديال قناة ستاد بالدارجة. قبل ما نبداو ما تنساوش تدعموا القناة بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل لحظة من مشاريع الملاعب العصرية في المغرب. اليوم جيناكم من قلب ورش ملعب بنو بطوطة الكبير في طنجة، واحد المشروع اللي كيخلينا نرفعوا الراس ونفتخروا بالقدرات المغربية. اليوم الحدث اللي كنعتبروه لحظة تاريخية، رفع الهيكل الأخير من هياكل السقف العملاق للملعب. تصوروا معايا مئات الهياكل ترفعات قبل منه، ولكن بلا هاد الهيكل الأخير المشروع ما كانش غيكمل، واليوم كيتعلق وسط السماء ومعاه العالم المغربي مرفرف. واش كتحسوا بالرمزية ديالو؟ العالم اللي فوق الهيكل ماشي غير قماش، هو رسالة واضحة للعالم كامل. المغرب قادر، المغرب أنجز، المغرب واقف بيديه وكفاءاته. وفي هاد اللحظة ما نساوش العمال والمهندسين اللي داروا هاد الإنجاز الكبير، الناس اللي كيسلقوا الحديد، اللي كيشدوا المسامر، اللي كيشتغلوا تحت الشمس وتحت البرد. كل قطرة عرق منهم كترجم اليوم الفخر كبير. بلاهم ما كناش غادي نوصلوا لهذا المستوى. شكرا لهم، شكرا لكل يد مغربية ساهمت. ومورا رفع الهيكل الأخير بدا واحد الطور جديد، تركيب قنوات صرف مياه الأمطار على السقف. تخيلوا معايا الملعب بلا هاد القنوات أي مطر غادي تجمع فوق السقف ويقدر يدير مشاكل كبيرة، ولكن بهذا النظام العصري الماء كيمشي مباشرة عبر مجاري حديدية دقيقة ومصممة خصيصا للصرف الآمن والسريع. يعني هاد التفصيل الصغير كيحمي السقف، المدرجات وحتى الأرضية. وفي نفس الوقت بداو كيركبوا القماش البلاستيكي الخاص بالسقف. هذا القماش مقاوم للمطر والرياح وكيوفر الإضاءة الطبيعية في النهار وكيخلق منظر بانورامي ساحر بالليل مع الإضاءة الاصطناعية. ومن بعد السقف نمشيو للداخل. المدرجات كملات اليوم بشكل كامل، الكراسي ملونة مريحة مرتبة بطريقة عالمية. أي واحد يجلس غادي يشوف الملعب كامل وبمنظور بانورامي. هاد المدرجات ماشي غير الجلوس، هي قلب الجمهور وهي اللي غادي تصنع الأجواء. العشب طبيعي، الأرضية ولات خضراء بمعايير فيفا. قبل زرع العشب داروا تجهيزات كبيرة تحت الأرض، رمال خاصة، حصى، قنوات صغيرة للصرف باش الماء كيتصرف بسرعة وما يبقاش يتجمع. النتيجة أرضية مثالية ما كتغرقش وما كتفسدش حتى في ظروف مطرية قوية. وحلقة الضغط بالسقف، هذا الحزام الحديدي اللي داير بالسقف ماشي غير زينة، هو اللي كيوزع القوة، كيتبت القماش وكيوفر التوازن للهيكل كامل. كل حاجة مدروسة بعناية. المرافق الداخلية، الملعب ماشي غير أرضية ومدرجات، كاين مستودعات اللاعبين، غرف الحكام، قاعات المؤتمرات الصحفية، فضاءات كبار الشخصيات. بمعنى آخر الملعب ولا مدينة رياضية متكاملة. وفي نفس الوقت الخارج وصل لمراحل متقدمة، الممرات تزفتات، الساحات تنظفات، الأعمدة والإنارات جهزات، وحتى اللوحات الإشهارية بدات كتحط. كل شيء منظم باش الجماهير تلقى سهولة في الولوج والخروج. واش كتحسوا بالفخر؟ واش ما كيبانش لكم أن طنجة غادي تولي عاصمة رياضية ديال إفريقيا؟ المغرب ولا كينافس أكبر الدول في الملاعب العصرية، والأحداث اللي كنشوفوا اليوم غير البداية. ووسط هادشي كله خاصنا نفتخروا بالعمال والمهندسين مرة أخرى. بلا صبرهم، بلا جهدهم، بلا سهرهم، هذا المشروع ما يوصلش لهذا المستوى. هما اللي كيوصلوا المغرب للقمة، وهما اللي كيخليوا الجمهور المغربي فخور. اليوم ملعب بنو بطوطة ما بقاش ملعب عادي، اليوم ولا تحفة معمارية، سقف عصري، عشب طبيعي بمعايير عالمية، مدرجات مريحة، مرافق متطورة ومحيط منظم. كل شيء جاهز باش يشوفوا العالم ويعرف أن المغرب يستحق مكانته في الملاعب الكبيرة. وفي الأخير ما نقدرش نسالي بلا كلمة شكر كبيرة. شكرا لكل يد ساهمت، شكرا للعمال، المهندسين، وكل واحد آمن بهذا المشروع. ملعب بنو بطوطة غادي يبقى معلمة تاريخية وفرحة لكل مغربي. ما تنساوش تدعموا قناة ستاد بدارجة باللايك، الاشتراك، وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. وغادي نواكبوا معكم حتى أول مباراة رسمية في التحفة ديال طنجة. وحتى من بعد القصة الحقيقية غادي تبدا في النهار اللي الجمهور غادي يدخل الملعب لأول مرة ويعيش الأجواء العالمية والألحان ديال الهتاف وفرحة الهدف الأول.
وهذه هي اللحظة اللي غادي تبقى في الذاكرة كل مغربي. شكون مستعد يشوف أول مباراة في الملعب؟ شكون باغي يحس بروح الأجواء العالمية؟ خليوا لي التعليقات تحت ونزيدوا نعيشوا كل لحظة حماسية مع بعضنا.